وطبق ونفذ حبا للنبي. ابو الطفيل بن عمرو اختلف العلماء من اخر صحابي مات، منهم من قال انس منهم من قال ابو الطفيل. لما ولد ابو الطفيل كان النبي داخل المدينة وهو توه مولود، ولما بلغ 6 سنوات طاف النبي بالبيت في احدى العمرات وشاف الطفيل فاسلم. ولما اسلم طبعا جلس مدة، عمره، يقال انه عمر بعد النبي عمرا، كان يجلس في المجالس بعد ما ماتوا الصحابة كلهم يقول للناس والله ما من احد على وجه الارض اليوم يستطيع يقول التقيت بمحمد الا انا. اي شرف. يقول لا تحدد جيبوا لي شخص في الارض يقول شفت محمد الا انا اليوم على وجه الارض. هو قدوتنا، يقوله هو حبيبنا نبث سنته، او كما قال. الصحابة ادركوا ان هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة التي به يسيرون. ولذلك خبيب ابن عدي في بعد غزوة احد جاء ابو سفيان قال جيبوه، خبيب ذا بطل، وكان ابو سفيان يراهن عليه انه ما راح يسلم، واسلم. ويوم دخل في غزوة احد قتل في المشركين لين قالوا بس، وانقهر ابو سفيان بياخذ حقه، فوقع اسير في ايديهم، حتى ان ابو سفيان قال اقبضوا على خبيب اذا استطعتم ان تقبضوا عليه، لان خبيب كان وراه قبيلة كبيرة وبعضهم اسلم وبعضهم متجهز للاسلام. وفعلا وقع اسير في يد ابو سفيان، وقال ابو سفيان علقوه اصلبوه. يقول ارفعوه عند التنعيم في مكة هذا الان، يقول فرفعوه على خشبتين وعلقوه، وكان بينه وبينهم يعني مرفوع فوق وابو سفيان تحت. يقول فوقف ابو سفيان فنظر اليه يعذبونه، قال ابو سفيان يا قريش كل من له ثأر منه فليأخذه، لا تقتلوه ولكن عذبوه. ويرمون السهم، كل واحد يرمي سهم في يده وسهم في فخذه وسهم في ساقه، تعذيب رضي الله عنه وارضاه. وهو ثابت. فوقف عنده ابو سفيان، ابو سفيان اسلم بعد ذلك، قال له يا خبيب استحلفك بالله ان انت الان بين حياة وموت، ابغاك تقول لي كلمة بايمان، استحلفك بالله لو قالوا لك ترجع الى بيتك ويكون محمد مكانك تقبل؟ يقول ابو سفيان يروي القصة، يقول والله انه من كثرة السهام اللي فيه، ورجال سهمين ودم، يقول استنهض يعني تقوى. قال والله ما وددت ان محمدا في بيته يشاك في شوكة هو في بيته وانا في بيتي ماني بهنا. والله لو اني انا في بيتي نايم والرسول عليه الصلاة والسلام في بيته وبلغني انه تصيبه شوكة ما حبيت ذلك، كيف تقول لي اجيب محمد مكاني وترضى ان يكون مكاني؟ والله لا اريد ذلك. يقول ابو سفيان فنظر قال اقتلوه، والله ما رأيت قوما او احدا يحب احد كحب اصحاب محمد لمحمد. ماذا فعل محمد بهؤلاء؟ وش هالحب اللي خلاكم يا خبيب تحبونه الى درجة انكم تضحون بالغالي والنفيس وتضحون بانفسكم من اجل حماية رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال له ابو سفيان وماذا تريد؟ اشر بيده. خبيب يوم قال اقتلوه جلس يأشر. قال اصبروا وش تبي؟ قال ابغاك تأذن لي اصلي. يقول ابو سفيان قلت يطلب الصلاة حسب، يقول خلاص انا لا تقتلني. قلت فامر ابو سفيان يفكونه، قال فكوه يصلي. يقول فتوضأ وهو يصب دم. يقول فكبر وجلس يصلي. يقول يوم سلم قال والله اني تلذذت في صلاتي ولولا اني خشيت ان تتهمونني بانني جبان خواف جالس تطول الصلاة عشان ما تموت لأطلت هذه الصلاة. قال ابو سفيان انهض ولا تزد علينا فان كلامك يحرقنا، هالكلام ازعجنا. قال اسمع يا ابا سفيان، علمنا رسول الله ذلك، هذا القدوة، علمني الصلاة حبيتها، وعلمني الشجاعة فكنت صاحبها، وعلمني كيف ارد على امثالك فكنت في مثل المدفع في وجهك، فهذا هو قدوتي وهذا هو حبيبي عليه الصلاة والسلام. قال ابو سفيان اقتلوه. يقول فقتل في مكان سجوده ومصلاه رضي الله عنه وارضاه. هذول الرجال اللي حنا سنتحدث عن بعض منهم، يا جماعة اسأل نفسك سؤال. الرسول يقول لهم لا املك لكم نفعا ولا ضرا ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم، والناس يزيدون، رجل اعزل لا سلاح
ولا مال ولا قوة، ما رجل حالة، ومع ذلك أصحابه يزيدون. ولذلك النجاشي انبهر يوم دخل الصحابة قال سأسألكم عدة أسئلة، أصحابه يزيدون أو ينقصون؟ علموني. قالوا والله بل يزيدون. بل يزيدون. أنا بعطيكم مثل أقرب لكم الصورة. تخيلوا الرسول جالس في دار الأرقم، اللي معه ما يتجاوزون 40 إلى 60 شخص، يقول لهم الرسول اصبروا فإن القرآن سيتلى على الأرض كلها. هذا الموضع وين يتلى الآن؟ اليوم القرآن يتلى وين فيه يا جماعة؟ جيبوا لي مكان ما فيه القرآن الكريم. والله إذاعات، بلغني إن بعض الإذاعات الغربية يحطون بين الفواصل أحيانا آيات من القرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد 1437 سنة اليوم القرآن والأذان يؤذن في كل بلد، في كل بلد وفي كل مكان. نعم قد يكون في بعض البلدان بخفية، قد يكون في مراكز ليست مساجد معلنة، لكن الصلاة موجودة والإيمان موجود والمصلون موجودون والمسلمون يتزايدون. وهذا الذي قتل أعداء الدين. ثوبان خادم للنبي يقول ثوبان، اسمعوا القصة وحلوة، وأنا بنصح